يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وممكن يكون هو السبب الخفي وراء استنزاف طاقتنا وإحساسنا بالتعب المستمر. أهمية الحدود الشخصية، إزاي تقول لأ وتحافظ على طاقتك. كتير مننا بيقع في فخ إرضاء الآخرين وبيحس إنه دايما مشغول، دايما بيدي، دايما بيوافق على طلبات الآخرين حتى لو كان ده على حساب راحته أو وقته أو صحته. بنخاف نقول لأ عشان ما نزعلش حد أو عشان ما نبانش وحشين أو عشان ما نخسرش فرصة، وبنتورط في التزامات فوق طاقتنا. الحقيقة إن عدم وجود حدود شخصية واضحة عامل زي إن باب بيتك يكون مفتوح لأي حد يدخل في أي وقت ومن غير استئذان. ده بيخليك دايما تحت ضغط، طاقتك بتخلص بسرعة وبتحس إنك مجهد نفسيا وجسديا. بتفقد السيطرة على وقتك وعلى حياتك وبتبدأ تحس بالاستياء من نفسك ومن اللي حواليك، وممكن توصل لمرحلة الاحتراق الوظيفي أو الاحتراق النفسي. لكن الخبر الحلو إنك تقدر تتعلم إزاي تحط حدود صحية وتقول لأ بأدب واحترام، وتستعيد طاقتك وسلامك النفسي، بل وتحسن جودة علاقاتك. في الفيديو ده مش بس هنقنعك بأهمية الحدود الشخصية، لكن كمان هنفهمك المبادئ النفسية ورا هذه الحدود، وهنشاركك خطوات عملية وبسيطة جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ تحط الحدود دي في حياتك وتحافظ على طاقتك وتعيش حياة أكثر توازنا وهدوءا. يلا بينا نكتشف قوة كلمة لأ الذكية. إيه هي الحدود الشخصية وليه هي مهمة لحياتك؟ ببساطة، الحدود الشخصية هي خطوط وهمية بتحميك من استنزاف طاقتك، وبتقلل التوتر والقلق، وبتزود احترامك لذاتك، وبتخليك تتحكم في وقتك وتعيش حياة تتوافق مع هويتك وقيمك الحقيقية. أنواع الحدود الشخصية، فهم أعمق. قبل ما نتعلم إزاي نحط الحدود، لازم نعرف إن في أنواع مختلفة للحدود دي. الحدود الجسدية physical boundaries، دي اللي بتتعلق بمساحتك الشخصية ولمستك الجسدية، مثلاً عدم السماح لحد بلمسك بدون إذن أو الوقوف قريب جداً. الحدود العاطفية emotional boundaries، دي اللي بتتعلق بمشاعرك ومشاركتها مع الآخرين، مثلاً عدم السماح لحد بإنك تلوم نفسك على مشاعره أو إنك تكون مسؤول عن إسعادهم. الحدود الزمنية time boundaries، دي اللي بتتعلق بوقتك وإزاي بتستخدمه، مثلاً تحديد مواعيد للرد على الإيميلات أو رفض طلبات خارج ساعات العمل. الحدود الذهنية أو الفكرية mental أو intellectual، دي اللي بتتعلق بأفكارك وآرائك، مثلاً عدم السماح لحد بالاستهزاء بآرائك أو فرض وجهة نظرك عليك. الحدود المادية material boundaries، دي اللي بتتعلق بممتلكاتك وأموالك، مثلاً عدم السماح لحد باستخدام أغراضك بدون إذن أو إقراض المال بطريقة غير محسوبة. إزاي تحط حدود شخصية وتتعلم تقول لأ بذكاء؟ خطوات عملية ومبادئ نفسية. الخطوة الأولى، اعرف حدودك واحتياجاتك self awareness. المبدأ النفسي، معرفة الذات هي أساس وضع أي حدود. لا يمكنك حماية ما لا تعرفه. قبل ما تحط حدود لازم تعرف إيه هي حدودك أصلاً. إيه اللي بيضايقك؟ إيه اللي بيستنزف طاقتك؟ أشخاص، مواقف، طلبات. إيه اللي بتحس إنه مش عدل أو مش مقبول بالنسبة لك؟ اكتشاف احتياجاتك وقيمك الشخصية ومعرفة أولوياتك هو أول خطوة أساسية. ممكن تعمل يوميات الحدود عشان تسجل فيها المواقف اللي حسيت فيها إن حدودك انتهكت وتحدد نوع الحدود اللي محتاج ترسمها. الخطوة التانية، عبر عن حدودك بوضوح وهدوء assertive communication. المبدأ النفسي، التواصل الواضح يمنع سوء الفهم ويضع توقعات حقيقية. التعبير عن الحدود بهدوء يجنب الصدام. لما تكون عارف إيه هي حدودك، عبر عنها بشكل واضح ومباشر لكن بهدوء واحترام، من غير هجوم أو تبرير مبالغ فيه. ركز على أنا بدل أنت عشان الموضوع ما يبقاش اتهام. وضح اللي تقدر تعمله واللي ما تقدرش عليه بوضوح. مثال، لو زميل في الشغل طلب منك حاجة وانت مشغول، بدل ما تقول انت بتتقل عليا، ممكن تقول أنا آسف بس أنا حالياً مركز في مهمة ضرورية وعندي التزام بوقت معين لتسليمها. للأسف مش هقدر أساعدك دلوقتي، لكن لو احتجت مساعدة في وقت تاني ممكن نتكلم ونشوف إيه اللي مناسب. الخطوة التالتة، خليك حازم وما تنزلش consistency and firmness. المبدأ النفسي،
الحدود الفعالة تتطلب اتساقاً. التنازل المتكرر يلغي قوة الحد ويدعو الآخرين لتجاوزه مجدداً. بمجرد ما تحط حدودك خليك حازم في تطبيقها. الناس ممكن تحاول تختبر الحدود دي في الأول، وده طبيعي لأنهم اعتادوا على سلوك معين منك، بس مع إصرارك الهادئ والمتكرر هيفهموا ويحترموا حدودك الجديدة. لو تنازلت مرة هتفتح الباب للتنازلات اللي بعدها. تذكر، تغيير سلوك الآخرين معاك بياخد وقت وصبر، ومهم إن تظل ثابت على موقفك بدون عصبية أو عدوانية. الخطوة الرابعة، ما تخافش من رد فعل الآخرين. Managing fear of rejection أو guilt. المبدأ النفسي، الخوف من الرفض أو إرضاء الآخرين هو عقبة رئيسية. تعلم إن صحتك النفسية أهم من رأي الآخرين. الخوف من زعل الآخرين أو رفضهم هو اللي بيخلينا ما نقدرش نحط حدود. تذكر إن من حقك تحافظ على نفسك وعلى طاقتك ووقتك. اللي بيحترمك بجد هيفهم ويقدر قرارك وهيحترمك أكتر كمان. أما اللي مش هيقدر فغالباً هو لا يحترمك بالقدر الكافي، وعلاقتك بيه تحتاج لإعادة تقييم أو وضع مسافة. تذكر، لأ لنفسك اللي ترهقها هي نعم لصحتك وراحتك اللي تستحقها. الخطوة الخامسة، ابدأ بالتدريج gradual implementation. المبدأ النفسي، التغيير المفاجئ قد يكون صعب ومقاوم. البدء بخطوات صغيرة يزيد من فرص النجاح ويقلل المقاومة. مش لازم تحط كل حدودك مرة واحدة. ابدأ بحدود بسيطة أو مع أشخاص أسهل في التعامل، زميل عمل، صديق مقرب، وشوف النتائج. كل نجاح صغير هيشجعك تكمل وتزود حدودك في مجالات تانية. التدريج بيخلي العملية أسهل عليك وعلى اللي حواليك. الخلاصة، لأ مش كلمة سلبية، هي كلمة قوة بتعيد لك السيطرة على حياتك. كلمة لأ مش معناها إنك شخص سيء أو غير متعاون أو أناني، معناها إنك شخص بيحترم نفسه وبيقدر طاقته ووقته وصحته. لما تتعلم تقول لأ بوعي واحترام هتبدأ تحس إنك المتحكم في حياتك. طاقتك هتزيد وهتعيش حياة أكتر هدوءاً وسعادة ووفقاً لقيمك الحقيقية. ابدأ اليوم وحط أول حد في حياتك. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وشجعكم تاخدوا الخطوة. شاركنا في التعليقات إيه أول لأ هتقولها النهاردة، أو أي نوع من الحدود الشخصية هتشتغل عليه. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.